اكتر 3 كلمات لو قلتهم هتبقى ليدر او قائد افضل بكتير جدا من الوضع اللي انت موجود عليه. اول كلمة: انا عايز اساعدك. انا عايز اساعدك. تخليه وهو شغال تقول له: انا شايف ان انت مشغول جدا في المشروع ده وان انت مضغوط فيه، هل انا اقدر اساعدك بحاجة؟ لما تحس ان هو في مشكله في تاسكايه انت مديها له وهو محتاس فيها، ممكن تقول له ايه؟ تقول له: انا دلوقتي ممكن اساعدك ازاي؟ هل ممكن اكلم لك حد يسهل لك موضوع التاسك دي؟ هل ممكن في حاجه معينه اقدر اعملها اساعدك بيها اوفر عليك وقت؟ الجمله التانيه هي: ايه رايك؟ كلمه ايه رايك دي دايما بتدي للموظف او السب اوردنت اللي شغال معاك، بتدي له ثقه ان انت كمدير واثق في رايه، فبيبتدي يحس ان هو سهل ان هو ياخد القرار. فانت مثلا انت ناوي تاخد قرار معين وهو القرار ده انت ناوي تاخده، لكن عايز تحسس اللي حواليك ان القرار ده انت مش واخده لوحدك، او ان انت بتحاول تشاركهم القرار، لان ممكن حد فيهم يطلع بحاجه يقولها لك يخليك تغير رايك عن القرار ده. فبتجيب التيم بتاعك او بتجيب اي شخص من التيم بتاعك انت بتثق فيه وتقول له: انا عايز اعمل كذا كذا كذا، انت ايه رايك؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ وشوف هو هيرد عليك ايه. حكايه ان انت بتدي له ايه رايك دي بتدي له هو احساس بان انت رايك ليه قيمه جوه التيم. الجملة التالتة بقى بتاعت أنا واثق فيك. أنا واثق فيك دي برضو من الجمل اللي بتعلي جدا جدا، تخلي الموظف نفسه يبقى حاسس إن هو يقدر يشتغل براحته، ما هوش قلقان. مش كل تاسك بتديها له بيبقى بيعملها لك وهو خايف لحسن تقول له لا وحشه، لا مش حلوه. كلمه انا واثق فيك دي هايله، بالذات كمان لما يكون في حاجه ليها علاقه بقرار او اوبجيكتيف في التاسك ده. فانت مثلا لما يجي يقول لك: انا دلوقتي عندي مشكله مع المالك الفلاني ومش عارف احلها ازاي، او بفكر ان انا اعمل كذا، او بفكر ان انا اعمل كذا، ويديك اكتر من اختيارات. الافضل في الوقت ده انك ما تقولوش اختيار، انك تقول له: انا واثق في رايك وواثق فيك، روح وجو اون واعمل اللي انت شايفه صح وارجع لي. فدي دايما بتدي ثقه في النفس لاي فرد من افراد التيم بتاعك، وبتعلي جدا جدا اللويالتي بتاعته للمدير اللي هو شغال معاه. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك واعمل له شير، واكتب لي في الكومنتات اي من الكلمات دي انت بتستخدمها دلوقتي كمدير.